السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. رمضان كريم عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم يا رب. النهاردة هعمل معاكم فطار سهل وبسيط، حاجة كده في منتهى الجمال. هعمل معاكم كده لحمة دايبة دوب كده، بتدوب في البق كده، ومن كتر ذوبانها مش هتقدري تمسكي القطعة سليمة كده، هتدوب أول ما تمسكيها على طول. وهعمل معاكم طاجن بامية كده بالطشة، وحاجة في منتهى الجمال. وهعمل معاكم شوية رز بالشعرية كده مفلفلين كده، حاجة ما شاء الله في منتهى الجمال. ان شاء الله سفرتنا النهاردة هتعجبكم، بتكات سهلة وبسيطة وكل حاجة جميلة كده في الفيديو، مش هتاخد منك اي وقت خالص ولا مجهود، حاجة كده في منتهى الجمال. والصوص ده حاجة كده اختراع. اول حاجه كده ندخل على المقادير بتاعتنا. معايا كده حوالي كيلو الا ربع كده من اللحمه بتاعتي. اللحمه بتاعتي كده مقطعاها قطع زي ما انتم شايفين، كنت حطاها في الفريزر وطلعتها. اللحمه بتاعتي ما بتتغسلش خالص زي ما هي كده. بجيب قطعيه حلوه كده بتستوي على طول. القطعيه بتاعتي دي موزه، وتقدري تقولي للجزار على نوع القطعه اللي انت حباها وتكون بتدوب كده. اول حاجه كده معايا حله على النار. طبعا اللحمه بتاعتي ما فيهاش دهون خالص، فمعايا كده معلقه سمنه كبيره كده، او ممكن زيت، اي ماده دهنيه انت بتحبي تستخدميها. اول ما السمنه تسخن كده انزل بقطع اللحمه بتاعتي عليها كده، اديها الصدمه بتاعتها. لازم الحركه دي في اللحمه بتخلي طعم اللحمه بتاعتي وريحتها كده في منتهى الجمال. واخلي اللحمه بتاعتي كده تاخد وش من فوق ومن تحت، وتاخد وش قوي، بس يعني اهم حاجه انها ما تلسعش مني، يعني تاخد لون من تحت ومن فوق كده، وتنزل الميه بتاعتها. وعلى ما تاخد طبعا لون من تحت وفوق، هبدا كده في تقطيع الخضار بتاعي. اول حاجه كده هجيب بصلتين كده كبار، هقطعهم زي ما انتوا شايفين كده، قطع كده زي ما انتوا شايفين. طبعا سايبه اللحمه بتاعتي على نار متوسطه كده، يعني لا عاليه قوي ولا بطيئه قوي، عشان تنزل الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. قطعت البصل بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وهفكه كده من بعضه، عايزاه يعني شرائح رفيعه كده. وهنزل طبعا على الفراخ على اللحمه بتاعتي بالبصل بتاعي. زي ما انتم شايفين اللحمه بتاعتي خدت لون من تحت ومن فوق وما لسعتش، اهم حاجه انها ما تلسعش معايا. زي ما انتم شايفين لون السمنه بتاعي بدأ يتغير وبدأت تكتر كده، يعني الميه بتاعتي بدأت تنزل. اول حاجه كده هحط التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وكمون والسبع بهارات وبس. ما تحطيش حاجه اكتر من كده على اللحم. واوقات بكتفي بالملح والفلفل الاسود فقط لا غير، يعني ما بحطش توابل اكتر من كده. زي ما انتم شايفين اديها تشويحتين كده في التوابل، وبعدين انزل ابدا بالبصل بتاعي كده زي ما انتم شايفين. وطبعا هي هتاخد نص السوا بتاعي من البصل، يعني البصل بتاعي هو اساس في الوصفه بتاعتي، يعني اللحمه بتاعتي هتستوي من البصل بتاعي زي ما انتم شايفين كده. واقطع فصين توم كده شرائح صغيره، قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. برضو التوم بتاعي عايزاه ياخد تشويحه كده ويطلع ريحه، مش عايزاه ياخد لون. زي ما انتم شايفين كده هبدأ اقلب كله ببعضه كده، وهبدأ ما اخد معايا معلقة من الصلصة او الكاتشب او معلقة طماطم او طماطم مبشورة، اي المتوفر، اي اللي عندك حطيه، ومعلقة كده من الصويا صوص، وما كترش، بس تديني لون كده ونكهة، حاجة بسيطة. واقلب كله في المكونات بتاعتي زي ما انتم شايفين، واغطيها واسيبها تستوي مع بعضها. بعد كده طبعا هعمل معايا طاجن باميه كده. والباميه دي انا مفرزاها كده، كنت سلقاها نص سلقه كده ومفرزاها في الفريزر، بتكون طعمها حلو قوي وما بتغيرش، وبتفضل من السنه للسنه. ومعايا طبعا كيلو من الطماطم زي ما انتم شايفين كده، غسلاه كويس ومنضفاه ومقطعاه، وهضربه في الخلاط عشان اعمل التسبيكه بتاعه الباميه بتاعتي. بعد كده اللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين البصل اتكرمل معايا، هاخد كده من معلقه الدقه والهريسه بالشطه بتاعتي كده. برضو عايزه يعني ايه اديها سنه شطشطه كده، في حطيتها كده وعملت عليها النار ونقلتها على العين الصغيره عشان اعمل الباميه بتاعتي. في حله تانية كده حطيت فيها معلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده، وهجيب طبعا حوالي فصين 3 من التوم. طبعا البامية بتتسبك بالتوم، طبعا مفيش بصل خالص، فهقطع عليها كام فصين توم كده، يعني قطع صغيرة زي ما انتم شايفين، وهخليها تاخد يعني حمار بسيط كده، وتطلع ريحة التوم بتاعي. ما تقدري تستخدمي برضو زبدة، زيت زيتون، زيت عادي اللي انت حباه.
طبعا كده حطيت التوم بتاعي، وزي ما انتوا شايفين مشغله النار بتاعتي عشان التوم بتاعي يتشوح زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ طبعا انزل بالطماطم بتاعتي، وزي ما انتوا شايفين طماطم تقيله كده وحاجه حلوه ومضروبه في الخلاط كويس، يعني هتستوي معايا على طول. هنزل بالفلفل الاسود والكمون والسبع بهارات والملح، وهحط طبعا رشه سكر، ده اساسي معانا في اي تسبيكه احنا بنعملها. وطبعا دي التوابل بتاعتي، ممكن تحطي قرفة خشب، قرفة يعني قرفة كده بودر، اي حاجة انت حابة تحطيها حطيها، بس انا استكفيت بالتوابل بتاعتي دي. وطبعا هغطي النار كده، هغطي الحلة كده عشان تستوي معايا. وزي ما انتم شايفين كده معايا طبعا في اللحمة بتاعتي نزلت كده بكوبايتين او 3 كوبايات من المية المغلية، لازم مية مغلية، ما ينفعش احط مية عادية. وطبعا واسيبها تستوي، هي يعني اوريدي اصلا خدت نص كده سوا، فهي حاجة كده في منتهى الجمال. هنزل طبعا بالبامية بتاعتي بعد ما الطماطم بتاعتي اتسبكت كويس او وتقلت خالص، وشلت كده معلقتين صلصة على جنب، لان انا حسيت ان هي كتيرة، وانا بحب التخديعة بتاعت البامية تكون تقيلة كده، او التسبيكة بتاعت البامية تكون تقيلة، يعني صوص الصلصة ده بيبقى اكتر من البامية، انا بحبه كده. فانتي على حسب ما انتي بتحبيها تعمليه. بنزل كده البامية في قلب الصلصة، الاتنين يتسبكوا مع بعض وياخدوا تشويحة مع بعض، وبعدين بزود المية بتاعتي او المرقة بتاعتي. انت حابة تزودي مية تغلي وبعدين تزقلي البامية، اللي انت حباه اعمليه. واستكفيت بالتوابل اللي كنت حطاها على التسبيكه، وغطيت عليها تستوي مع بعضها، وما اقلبش الباميه كتير عشان الباميه بتاعتي من النوع اللي بتتهري على طول. وطبعا كل شويه ببص على اللحمه بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كده خلاص شربت المرقه بتاعتي كده، وعملت لي صوص تقيل كده، وبقت حاجه في منتهى الجمال. انا هعمل لها حاجه كده يعني ورقه خضار كده واحطها في الفرن، حاجه كده في منتهى الجمال. هجيب جزر وبصل وطماطم وفلفل زي ما انتم شايفين، هقطع كله طبعا شرائح كده زي ما انتوا شايفين، وهحط فيه الحلة بتاعته، واقطع البصل بتاعي برضو زي ما انتوا شايفين كده. تقدري تقطعي بالطريقة اللي انت بتحبيها. طبعا انا موطيه على الباميه بتاعتي برضو، معليش عليها، او بعد ما تغلي اوطي عليها عشان ما تلزقش، من النوع يعني من انواع الخضار اللي بيتلسع على طول، لا اوطي عليها شويه. وزي ما انتم شايفين بقطع الطماطم بتاعتي معاكم برضو، قطعت كده طماطم وفلفل وجزر وبصل زي ما انتم شايفين، واحط طبعا عليهم التوابل برضو، لازم ابهرهم، واخد كده صوص من اللي نزل من اللحمه بتاعتي، عشان يخلي البصل بتاعي يتكرمل ويدوب كده، ويخلي حاجه في منتهى الجمال. ومعلقه سمنه زي ما انتم شايفين برضو كده عشان تظبط لي الدنيا وتمشي لي الدنيا. ومعلقه صويا صوص برضو، حابه تستغني عنها تمام، مش حابه خلاص. واحط برضو ملح وفلفل اسود والكمون والسبع بهارات زي ما انتم شايفين كده، واقلب. ما حطيتش 7 بهارات على الخضار، حطيت بس كمون وفلفل اسود وملح، وغطي لحد ما تستوي في حله كده على النار. طبعا كده كنا الساعه 5، يعني خلاص كده قربنا. هحط طبعا معلقه سمنه، وهحط طبعا يعني كوبايه شعريه كده. هعمل رز بالشعريه، طبعا ما يحلاش الباميه كده طاجن الباميه الا جنب شويه رز مفلفلين كده بالشعريه. حط طبعا اقلب طبعا الخضار، طبعا منسوش عشان ما يتلسعش مني. واحمر طبعا الشعريه بتاعتي زي ما بوريكم. اللحمه بتاعتي دايبه دوب كده، يا دوب يعني هتتهرم مني كمان في الفرن، بس انا بحبها دايبه كده. زي ما انتم شايفين حمرت الشعريه بتاعتي، ونزلت طبعا كوبايه ونص من الرز زي ما انتم شايفين. انا بحب الشعريه تبقى اكتر، فانت عايزه تقللي الشعريه تقللي الرز اللي انت حباه. وطبعا الملح، وما بحطش عليه غير الملح زي ما انتم شايفين كده، وما بكترش الملح بتاعه. واقلب طبعا زي ما انتم شايفين كده، واحط ميه مغليه وعلى نار هاديه كده، واسيبه طبعا يستوي، ما بيكملش يعني 7 دقايق على النار. زي ما انتم شايفين الصوص بتاع اللحمه بتاعتي، واللحمه بتاعتي حرفيا دايبه دوبان كده، يعني حاجه جميله. والخضار بتاعي برضو استوى كده، يعني 3/4 سوا، يكمل سواه في الفرن. وده الطاجن بتاعي اللي هدخل فيه اللحمه بتاعتي في الفرن، حاجه كده يعني في منتهى الجمال، طاجن لحمه كده بالخضار، يعني قمر قمر قمر.
نزلت طبعا بالخضار بتاعي زي ما انتم شايفين كده، البصل والجزر والطماطم والفلفل. زي ما انتم شايفين حابه تستغنى عن الجزر بس هو بيبقى طعمه حلو وشكله حلو برضو. هنزل كده يعني حله اللحمه بتاعي بالصوص بكله كده زي ما هو. وطبعا مش هحط اي حاجه، هزوده بس نص كوبايه ميه عشان الصوص بتاعي ده يبقى يتقل كده ويبقى طعمه حلو. وهدخله الفرن على طول، يعني مش هعمل فيه اكتر من كده حاجه. زي ما انتم شايفين كده طاجن في منتهى الجمال. وزي ما انا قلت لكم اللحمه دي بدوب اصلا مش مستحمله ان انا احرك المعلقه فيها اصلا. بعد كده هقلب الرز بتاعي زي ما انتم شايفين من فوق لتحت، خلاص شرب الميه بتاعته خالص زي ما انتم شايفين مفلفل كده. فاضل له بس دقيقتين 3 كده واطفي عليه. زي ما انتم شايفين الرز بتاعي استوى خلاص. حاجه كده في منتهى الجمال. احط عليه كده معلقه سمنه كده عشان تخليه طعمه حلو ومفلفل كده، وبتخليه طعمه يعني جميل كده. هعمل طبعا الطشه بتاعتي للباميه كده. قطعت 5 6 فصوص ثوم وحطيت معلقه سمنه بلدي زي ما انتم شايفين كده وخليتهم يحمروا. وطبعا اول ما يحمروا كده وياخدوا اللون الذهبي هنزل عليهم كده بمعلقتين كده من الباميه، اطشهم كده عليه. يعني حاجه كده في منتهى الجمال. وزي ما انا قلت لكم ما اقلبش في الباميه كتير لانها هي بتكون يعني ما بتستحملش المعلقه. واحطها في طاجن كده برضو وادخلها الفرن، هي وطاجن اللحمة كده الاتنين مع بعض يستووا مع بعض. بعد كده هبدأ أعمل في العصير بتاعي. خلاص كده احنا دخلنا على خلاص فاضل على المغرب نص ساعة. أبدأ كده في تجهيزات الفطار بتاعتي. أول كده معايا كده كيس من المانجا كده. المانجا دي طبعا أنا مفرزاها زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله حلوة وجميلة وبتوفر عليا كده. بطلعها على طول وبقطعها كده زي ما انتم شايفين. باخد يعني القطع المناسبة منها والباقي بعينه في الكيس تاني وادخله الفريزر زي ما انتم شايفين كده. بقطع المانجا كده زي ما انتم شايفين واجيب الشفشق بتاع الخلاط بتاعي انزل فيه بكمية المانجا بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا المانجا بتاعتي ساقعه شويه بس بتتقطع معايا بسكينه حاميه كده، بتتقطع معايا على طول. وانزل طبعا بكميه السكر المناسبه بتاعتي ومعلقتين من بودره الكريم شانتيه او من الكيس كريم شانتيه، وانزل بالميه. وطبعا المانجا بتاعتي متلجه فمش محتاجه ان انا احط عليها مكعبات تلج عشان تخلي القوام بتاعها تقيل. فهي كده يعني مش محتاجه القوام بتاعي لوحده زي ما انتم شايفين كده قوام تقيل وحاجه كده فيه منتهى الجمال. وده كان العصير بتاعي. ابدا بقى اجهز السلطات الخضراء بتاعتي. زي ما انتم شايفين عملت طبق كده سلطه كده، طماطم على خيار على جزر على فلفل على بصلايه صغيره كده، وعصرت ليمون وخل وحطيت ملح وفلفل اسود زي ما انتم شايفين. سلطه كده طبعا ما تحلاش الا جنب الاكله دي. وطبعا طبق المخلل بتاعي زي ما انتم شايفين كده. طبعا خلاص كده جهزت الاكل بتاعي. بدأت خلاص فاضل على الاذان كده 10 دقايق بدأت اجهز فرغ الاكل بتاعي. وطبعا فرغت الرز المفلفل بتاعي وطلعت طاجن البامية بتاعي زي ما انتم شايفين كده تقيل كده وخد وش قمر. واللحمة بتاعتي برضو زي ما انتم شايفين كده طالعة بصوص كده حاجة في منتهى الجمال. وطبعا هفرغ العصير بتاعي كده زي ما انتم شايفين تقيل وطعمه حلو. والاكل بتاعي كان يعني سهل وبسيط ومخدش مني اي وقت خالص. يعني بدأت اجهز فيه من الساعة 3:30 كده زي ما انتم شايفين. والبامية بتاعتي دايبة كده مش مستحملة. تاكليها بالعيش وتعصري عليها ليمون بشوية الرز المفلفلين بتوعك دول والصوص بتاع اللحمة بتاعي دي تاكليه بالعيش كده حاجة في منتهى الجمال. واللحمة دايبة دوب كده وكل حاجة حرفيا كانت جميلة على السفرة بتاعت النهاردة. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال اعجابكم. ما تنسوش اشتراككم في القناة واعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. واستنونا ان شاء الله في وصفات تانية احلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.